الحمد لله الذي منحنا عيشا رغيدا في الإسلام وجعل قلوبنا منورة بنور الإيمان وليس كمثله شيء وهو أحد حق الوحدانية وهو الحي القيوم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وفی مقام آخر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ على هذه الصلوات فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا برأية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا برأية إبليس وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ونبیک وحبیبک وحبک وخلیلک وصفیک ونجیک صلاة تحل بها العقد وتفک بها الکرب صلاة دائمة بدوام ملکک وباقیة ببقاء ملکک عدد خلقک ورضا نفسک ومداد کلماتک وزنة عرشک لا منتہا لہا دون علمک فیا معشر المسلمین اريد ان ادعو تارک الصلاة الى الصلاة واتسبب في محافظته عليها فیا تارک الصلاة اتق اللہ الذي خلقك انسانا وجعلك من احسن المخلوقات ومن عليك بأن جعلك في أمة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى قادر أن يجعلك من مخلوق آخر ولكنه خلقك إنسانا وشرفك بصفة البشر أما تعتبر بعظمة الله تعالى وقدرته كيف خلق السماوات والأرض والشمس والقمر فأقام السماوات بغير عمد وفرش الأرض بغير عوج وجعل الشمس ضياء والقمر نورا فيا غافلا عن ربه لا تعتمد على الدنيا وما فيها فإنها فانية لا تبقى كما قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ودع عنك التوكل على أسباب الدنيا فإنها مجرد خداعة بل توكل على الله الذي يطعم الكون وما فيه ولا تثق على ملكك ومالك فإنه لا يذهب معك في القبر ولا ينجيك في الحشر فالمال الذي جمعته للمتأخرين ليس لك لأنك تدفن في القبر صفر الأيدي فيا حبذا لو تذكر الموت ليل نهار فذكر الموت ينفعك في حياتك اليومية الموت الذي فقط ما أنكره أحد ولو كافرا واعلم إذا حان موعد وفاتك لا يخبرك الموت بل يأتي بغتة فيا أخي إياك أن تنساه تماما اما تذکرک الموت هذه الجنائز التي نرفعها على عواتقنا يوما بعد يوم وكم اتمنى لو فهمت مفهوم هذه الآية قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لهذا اغتنم حياتك قبل موتك وتهيأ للموت كي ينال إعجابك فيسهل ایھا المسلم ان تريد قرة عینک فی الدنیا والآخرہ ان تريد قرة عینک فی الدنیا والآخرہ فحافظ علی الصلوات كلها لأنها ركن خاص من أركان الإسلام
بعد الشهادة وكذلك حيث لا تجد نورا ولا ضياء فتصبح الصلاة نورا لك لأن الصلاة نور كما جاء في الحديث. ويا أخي في الإسلام أول ما يسأل به يوم القيامة هي الصلاة، وهي عطية من قبل الله تعالى إلينا، فيجب أن نحافظ عليها حيثما نكون وكيفما نكون. وهذه هي الفرق الذي بين المسلم والكافر. فيا أخي في الإسلام لو تريد الاستعانة فاستعن بالصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فيا أخانا فهي أفضل وسيلة للتقرب إلى الله تعالى، فإذا تقربت إلى الله تعالى يحبك الله، فإذا أحبك الله يكون سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. وإذا سألته بإخلاص النية ليعطينك ولئن استعاذته ليعيذنك. فما رأيك في مثل هذه الموعظة التي أرستها عليك يا أخي؟ هل أنت مستعد أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة وتحافظ على الصلوات في المسجد مع الجماعة؟ فيا أخانا أرجو أن تكون من المصلين، وأرجو أن لا تترك الصلاة أبدا ما دمت حيا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لامتثال أوامره واجتناب نواهيه. آمين ثم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.